السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم خواتاتي في فيديو جديد على قناه اختكم ام عماد. اليوم جبت لكم هذه الوصفه هذه تاع العصبان بطريقتي، بطريقه امي. واش نقول لكم، عندها 30 سنه، يعني ملي نشفى انا الامي ملي نشفى حنا نديروا العصبان بهذه الطريقه. ونشفى هذه الوصفه هذه مدتها جارتنا تونسيه. ديروا واش نقول لكم، ماكلتها شحال بنينه بنينه بنينه، عسل عسل. هي اللي مدت لنا هذه الوصفه هذه، وحنا من هذاك النهار شوفوا الدواره ما تقهمكش تاكليها بهذه الطريقه هذه. نتحدى اي واحد يطيبوا بهذه الطريقه ويقول لك دارت عليا ولا قهمتني ولا واش نقول لكم. بنين 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 عسل. شوفوا الدواره خياتي العيد الكبيره واش ديروا لها، حطوها في الماء سخون بالخل ولا ليفيغ، حطوه رجعوا الماء يكون دافئ سخون قريب من درجه الغليان. كي تنحوا شويه يتنحى فاسيلمون الخل ولا ليفيغ، كي تكملوا تكرطوها حطوها في الماء بالملح والقارص. شوفوا الدواره تاعكم عمرها ولا تريح لكم. تعرفوا ما كاش كامل الريحه تاع الدواره في العيد، من الريحه تجي شابه، ما كاش ديك الفوحه ولا يعني عزكم الله. تجي نقيه نقيه الدواره، تجي ما شاء الله. كيما قلت لكم تبعوا برك، كرطوها مليح بالماء والخل ولا ليفيغ، ومن بعد تيكا شلوها في الماء والقارص والملح. هكذا كي تشلوها مليح، شوفوا هذاك المصران هذاك نقوه مليح ودوروه مليح، ديروه يتغلى. من ما يتغلى قطعوه هكذا كامل هكذايا، مرصوات صغيورين. ومن بعد هاد شدوك الجلوده تاع الكبش، هذوك اللي يكونوا في طروفه، اللي يكونوا هكذا، اللي يكونوا الجلوده هذوك نحوهم تاني، قطعوهم كامل دي بتي مغسو، هذوك كامل سحقوهم داخل الكبش. زيدوا قطعوا شويه من الكبده، الغرنوق تاني غلوه وقطعوه دي بتي دي. ووجدوا هاد لافاكس هذه شويه روز، السلق زوج ربطات تاع السلق قطعوهم وقطعوهم بكثرتها الورق، ديو بزاف الورق. والطماطيش تاع اللحب، شويه بصل شويه توم حميصه الحشيش والنعناع، ربطه حشيش ربطه نعناع. وقلت لكم هذوك الاخرين هذوك المصارن كامل، والثوم بالك، والثوم واللي زيبيس اللي هما فلفل عكري فلفل عكري حار. قلت لكم الفلفل العكري فلفل عكري حار، الكرويه، كمون، فلفل الكحل، القرفه، وراس الحانوت. هادو هما لي زيبيس والملح. نديروهم كامل، نديروا شويه، نديروا عليهم شويه زيت والشحمه، نحو تاني شويه شحمه، خلطوا معاهم الشحمه تاني. والروز ابيبخي هكذا كاس تاع الروز، شمخوه خلوه مليح في الماء وعاودوا قطروه وديروهم. بعد عمروا العصبانات تاعكم كيما راكم تشوفوا هكذا. العصبانات يجوا ملاح شويه كبيبرين، حتى نكملوا كامل الكميه تاعنا. ومن بعد نروحوا للقدره هذيك لاكوكوت، هذو الوصفه تحب لاكوكوت. ديروا فيها البصل والثوم وهذوك شويه جلوده اللي يبقى من الدواره، كيما نفصلوا العصبانات تاعنا يبقى هذوك الزوائد هذوك، ديروهم داخل الطنجره. وديروا فيها الحميصه والثوم والزيت، وديروا عليهم لي زيبيس اللي هما ملح فلفل الكحل، العكري والثوم والكرويه وشويه كمون. فوالا وطوماطيش، ما نديروش دوكا طوماطيش تاع لي بواط. نديروهم هكذا كيتحمسوا شويه، ديروا العصبان ومرقوا وغلقوا لا كوكوط. فوالا هذه هي. شوفوا كيما راكم تشوفوا، درت يعني حاجه اللي بقات لي هكذا، الزوائد كامل درتهم لداخل. هنا يا خياتي غلقي لا كوكوط حتى تشوفيهم، تدخلي الموس تصيبيهم، خلاص دخلهم طياب. هذيك الساعه واش ديري حكمي القرعه واللفت، 3 حبات ديريهم داخل لا كوكوط، ديري عليهم يعني كانت اي مرقه، انا زدت عليها شويه باسكو شربت لي بزاف. وزدت عليها طوماطيش تاع الباطا. فوالا وعاود غلقت عليها وخليتها. غلقي لا كوكوط خليها تزيد الدور. ومن بعد كي تزيد الدور شوفي تحليها تصيبي خلاص هي طابت القرعه. دوكا ما تغلقيش لا كوكوط، ما ديريهاش صفاره، خليها تتجمر وحدها، ديريها ابتي فوق خليها حتى تتجمر، حتى تشوفي الزيت طلعت من الفوق. هاوليك الطبق تاع العصبان تاعنا راه واجد. واش نقول لكم، بنتو بنا هاد الوصفه هذه خبوها للعيد الكبير وديروها. ونتحدى اي واحد يقول لي العصبان تاعي قهمني ولا دار عليا ولا. شوفوا يقنع سورتو كذا، تجي ديري هكذا الخضره يجي وافي. هذه الوصفه اللي خيرتها لكم نهار اليوم، نتمنى تجربوها ونتمنى تخبوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات فضلا وليس امرا. اللي عجبوا الفيديو لايك اشتراك، كومنتير. هنا نوصل معكم لنهايه الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم خير اخياتي، خليكم على خير ودمتم في رعايه الله وحفظه، ومع السلامه.